تفاجأت بإطارات السيارة مثقوبة. لا، ده حد عاملها قصد بقى. طب هنعمل ايه؟ وجد يوسف قادما. محتاجين مساعدة؟ شكرا، مش عايزين نتعب حضرتك. احنا هناخد تاكسي، شكرا. هتلاقوا تاكسي دلوقتي، يلا اركبوا بس. قبل أن تعترض داليا هطل المطر، وتفاجأ بداليا تركب السيارة بسرعة. اركبي بسرعة. ركبت أماني بسرعة وقاد السيارة، وظلت تاليا تنظر للطريق وللمطر. المطر يتساقط على النافذة، فتذكرت شيء مشابه لذلك، وهي حادثة طريق كادت تصطدم بحافلة ثم انقلبت بعنف. وضعت كفيها على عينيها وهي تحدي. ماما، محمد، لا هما كويسين، لا مستحيل يكونوا ماتوا، لا ما تغطوش وشهم، لا سيبوهم، حرام علينا، سيبوهم. ايه اللي بيحصل لها؟ عندها فوبيا من ايه؟ من المطر. نظر لها بدهشة ثم أوقف سيارته. ما تخافيش، ايا كان اللي حصل فهو خلص خلاص. ما تخافيش، انت في امان، انت مش لوحدك، انا معاكي. ما تخافيش يا حبيبتي، احنا في امان، كل حاجة وحشة خلصت خلاص، ما تخافيش ارجوكي، كفاية بطلي عياط خلاص. هدأت فأعطى لتاليا المنديل وقال بحنان: ما تخافيش خلاص، المطر خلص، ما تخافيش، خدي منديل امسحي دموعك. جففت تاليا دموعها، وأماني تنقل نظرها بينهما وهي مبتسمة وتقول في نفسها: حاسة إحساس أشرف عبد الباقي في فيلم حب البنات. وإنت هتتحب إمتى يا منيل؟ يلا نصيب بقى. برضو مش عايزة تقوليلي ايه اللي جابلك الفوبيا دي؟ مش عايزة أدوش حضرتك بمشاكلي. تدوشيني؟ ثم ابتسم. يا ريت كل الدوشة تبقى كده. احمر وجهها خجلا، وتنحنحت أماني بمرح وهي تقول: نحن هنا. ممكن حضرتك تطلع بالعربية بقى؟ أنا ما تعودتش أتأخر على ماما بابا، هيقلقوا عليا. ماشي، بس المرة اللي جاية هتقوليلي كل حاجة، أمين يا اسطى؟ انتبه يوسف لوجودها، واحمر وجه تاليا خجلا. ضحكة أفلتت من أماني لتتبعها ضحكة تاليا العالية والتي جعلت قلب يوسف يخفق بقوة ولا يدري ماذا تفعل به بالضبط. بعد وصول أماني لمنزلها أكمل طريقه لمنزل تاليا وقام بتشغيل أغنية. برغم ان الكلام على الحب من نظرة كلام متعاد، وان الصدفة احيانا بتبقى بألف ألف معاد. برغم ان الكلام على الحب من نظرة كلام متعاد، وان الصدفة احيانا بتبقى بألف ألف معاد. ورغم ان الكلام اصلا بينقص حاجة كل ما زاد، ورغم اني جدع وتقيل وعمري ما اقولها بالساهل، انا نفسي اقولها لك في اول مرة نتقابل. ورغم اني جدع وتقيل وعمري ما اقولها بالساهل، انا نفسي اقولها لك في اول مرة نتقابل. فلو كان المكان يسمح وست الكل لو تأذن، انا عايز اقول اني بحبك من زمان جدا. وحينما وصلت التفتت له بارتباك وقالت: شكرا، بجد تعبت حضرتك معايا. مفيش تعب ولا حاجة، وبعدين احنا عايزين نخدم. باي باي. باي، هشوفك بكرة. إن شاء الله في الكلية، سلام. وخرجت بسرعة من السيارة وذهبت بخجل شديد ليبتسم ولم ينطق.
اللي يسمع صوتك وهو رايق كده ما يصدقش ان الصوت اللي بيطلع لما بتتخني بيطلع منك انت. انت عايز مني ايه بالظبط؟ حتى التليفون نطيت لي فيه. نطت لي بقى دي الفاظ تقوليها لي. انت عايز ايه؟ قلت لك اول مره على فكره لما ضربتيني، ولا نسيتي؟ انا هقفل السكه وانا تحت بيتك. الله يخرب بيتك يا مجنون، انت فعلا مختل. كويس انك عرفتي، مع ان كلمه مختل دي مجعلصه قوي، بس ماشي مقبوله منك يا قمر. يلا انزلي بقى. مش هنزل، وامشي بدل ما اتصل بالبوليس. ما بخافش على فكره، يلا انزلي بقى بدل ما انده عليكي وافضح الدنيا. انا كمان ما بخافش، براحتك مش لازم. انا بقى امان. لا انا اصحى، ما انا هقول الثلاثي وبأعلى صوت كمان. استنى. هتنزلي؟ هتهبب، اصبر. ايوه كده، ناس تخاف ما تختشيش. هتعمل ايه يا شراني؟ والله هفتحك لو ما مشيتش من هنا. يخرب بيتك، جبت الطوب ده منين؟ احتياطي للطوارئ. هو انا بقى الطوارئ؟ هتمشي ولا بدل العصير يبقى طوب يرشق في نافوخك اللي ما فيهوش عقل ده يفلقوا نصين؟ مش عارف انا ايه اللي عاجبني فيك يا واد يا شراني انت. يلا بقى، كله نصيب. امشي بقولك. طيب ماشي، اشوفك بكره. تصبحين على خير يا ايتها الاميره، ولو ان الاميرات بيضربوا بالسهام مش بيحدفوا بالطوب. قمر وانتي متعصبه يا بنت طب وهتعملي ايه؟ معرفش، بس اكيد هيلاقي واحدة تانية ويسيبني في حالي. مش يمكن يكون معجب بيكي فعلا؟ مشكلتك انك طيبة بزيادة يا حبيبتي. مش اي حد يقول حاجة يبقى صادق. في واحد من نوعية حازم ده البنات بتحوم حواليه، جت واحدة وبهدلته قدام الناس، لازم يفضل يجري وراها مش اكتر. ما اعتقدش، عشان عايشة في جو الروايات والافلام القديمة اللي بتقول دايما ان كل الناس بتحب وتتجوز وصادقين، بس الواقع مش وردي زي الروايات دي. لا، الواقع مليان كدابين وخاينين وما يهمهمش غير مصلحتهم وبس. فوقي. جايز. كنت عايزه اقولك على حاجه. اتفضلي قولي. استاذ يوسف ماله، هيتقدم؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ لا طبعا. لا وطبعا، الاتنين مع بعض. ده وحش، ده عشان مرارتي اللي هتتفقع. اقول ولا لا؟ قولي، المهم يكون حاجة مهمة. قال لي وحشتيني. ايه؟ قالك ايه؟ وحشتيني؟ قولي والله. في ايه؟ قال كده بس انا كشمت له. هضربك والله. انتي عارفة لو كنت قدامي كنت قتلتك. يعني الراجل بيقولك وحشتيني تكشمي له ليه؟ ليه يا بنتي؟ حرام عليكي، بتقطعي برزقك ليه يا خايبة؟ ما هو قال ساعتها وحشتينا كلنا يعني، وسألني ما جيتيش ليه. طبعا يا فلحة، واحد بيقولك وحشتيني كشمتيله، طبعا اتحرج وغير الموضوع. حرام عليكي، الواد مفضوح قوي. يعني لو سبتيه يتكلم من غير ما تكتميه ممكن يقولك انه بيحبك. انا هو لحق؟ مش قلتلك محطمة قلوب المتطفلين القمر؟ انت اللي بتقولي عليه على فكرة غلط. هنشوف. خليكي في فرقالوز اللي بيتنطط لك حتى تحت البيت. والله المرة دي لبطحه لو شفته تاني. صباح الخير يا ماما. صباح النور والفل والسعادة يا حبيبتي. بابا خد الدواء؟ ومستنيكي على الفطار. ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم. ويخليكي ليا ولباباكي يا رب، وما يحرمناش من ضحكتك الحلوة دي. طب هروح اخد شاور والبس واجي. ماشي يا حبيبتي. عملت ايه؟ في ايه؟ مش مستحملة غباء يوسف، هيضيع مني. بنت لحسة مخه وانت سارح لي ورا صاحبتها المسترجلة. انتي مش فاهمة حاجة على فكرة. لازم صاحبتها دي تطمن لي عشان هي تطمن لي، بس صاحبتها دي المخ والعضلات زي ما بيقولوا. فهمتي بقى؟ مش مرتاحالك، حاسة انها دخلت دماغك. دخلت وربعت، مش هتخرج ولا بالطبل البلدي. الواد يا شهران يا قمر انت ساكت ليه؟ ها؟ لا اصلك فايقه ورايقه وجايه تشطري عليا. روحي تشطري على اللي مش معبرك ده وبيجري ورا البنت الجبانه. سيبيني في حالي بقى. حازم. نعم. انت كويس؟ تمام الحمد لله. في حد ضايقك ولا ايه؟ قولي بس ومالكش دعوه. يا بنت انا كويس الحمد لله، قلتلك مش متضايق. خلاص بقى،
انت لو امي مش هتساليني كده. سلام. شايفة بيعملني ازاي؟ ما طبيعي يا اختي، البيبي يجري ورا البنت المسترجله. ايه؟ يحبها؟ لا مستحيل. هيسيبني؟ يسيبك ايه؟ هو كان معاكي اصلا؟ هو عمره حتى لمحلك بحاجه؟ عندك حق، انا عمري ما حد هيحبني اصلا. هو كمان عنده حق. انا ناقصه تفاهتك دلوقتي؟ والله ما هسيبك يا تاليا، مش هسيبك تتهني بحياتك.